السلام عليكم. سنة 1898 كاتب أمريكي اسمه مورجان روبرتسون قاعد على مكتبه وبيشرب قهوته وبيكتب رواية. الرواية دي عن سفينة فخمة جدا وضخمة اسمها تيتان، أكبر سفينة في العالم من وجهة نظره، مصممة إنها ما بتغرقش، ولكن في نص الرواية السفينة بتخبط في جبل جليدي وبتغرق، الناس بتموت ومفيش قوارب نجاة كفاية والدنيا بتبقى كابوس في البحر. بعد 15 سنة تحديدا سنة 1912 حصلت نفس القصة بالحرف، ولكن المرة دي القصة كانت حقيقية. السفينة اسمها تايتانيك، وكانت هي فعلا أضخم سفينة في العالم، وكانوا بيقولوا إنها ما بتغرقش، وخبطت في جبل جليدي وغرقت ومفيش قوارب نجاة كفاية، ومات وقتها أكثر من 1500 إنسان. الناس قعدت تسأل إزاي الكاتب ده عرف؟ هل كان بيتنبأ؟ ولا دي صدفة كونية؟ ولا في حاجة في دماغ الإنسان بتخليه يشوف اللي جاي قبل ما يجي؟ والحقيقة دي مش الحالة الوحيدة، في ناس كتير حلموا بكوارث قبل ما تحصل، وفي ناس كان عندهم إحساس إن في مصيبة جاية وفعلا حصلت، وفي دراسات علمية وتجارب غريبة وأساطير، وناس اتهموهم بالجنون، وناس تانية قالوا عليهم أنبياء، لكن كلهم بيتسألهم نفس السؤال: إزاي؟ ما انا هقول لك ازاي. خليني أحكي لك عن نوترداموس. نوترداموس راجل فرنسي عايش في القرن ال16، كتب كتاب اسمه النبوءات، مليان أبيات شعر مبهمة، والناس من وقتها وهي بتحاول تفك شفراته. بيقولوا إنه تنبأ بالحرب العالمية الثانية وبموت الأميرة ديانا وبصعود هتلر، وحتى بأحداث 11 سبتمبر. يعني الراجل واضح إن هو كان فاتح الكاميرا الخلفية عن المستقبل بجودة الفوركي. بس المشكلة إن كلامه كان دايما غامض ومليان تشبيهات. يعني مثلا قال نار عظيمة تسقط من السماء على المدينة الكبيرة، الناس فسروا ده بأنه يقصد البرجين بتوع نيويورك. هل ده فعلا تنبؤ، ولا كل واحد بيقرأ الجملة دي بيفسرها على حسب مزاجه أو على حسب الحدث اللي حصل؟ اللي نعرفه إن في ناس من اللي كتبوا تنبؤات كلامهم خبط معانا فعلا، بس برضو في تريليون واحد قالوا حاجات ما حصلتش. يعني في تنجيم واحد نجح و99 فشلوا ومحدش فاكرهم أصلا. دماغك رغم انه عبقري بيحب يعمل نفسه شاطر زيادة، فلما بتحصل حاجة غريبة دماغك بيكمل الصورة علشان يطلع منها بحاجة مفهومة. في مصطلحين مهمين هنا: واحد، البريمينج، يعني لما عقلك بيكون مستعد يشوف حاجة معينة بيبدأ يشوفها في كل حتة. زي مثلا انك بتفكر تشتري موبايل معين، ففجأة بتلاقي كل المحلات بتعرض نفس الموبايل، عقلك بيتحايل عليك. المصطلح التاني هو الكونفirmation بيز، يعني لو انت مقتنع بحاجة هتفتش في الدنيا كلها علشان تلاقي اللي يثبتها، وهتتجاهل اللي ضدها. يعني مثلا لو حلمت ان في مصيبة جاية وبعد يومين عربيتك خبطت في صندوق زبالة، دماغك هتقولك شايف انا كنت حاسس، مع ان ممكن تكون خبطت قبل كده في 13 واحد وما خدتش بالك. وده يا صديقي يقودنا الى مصطلح الديجافو، وهو الاحساس انك شايف المشهد ده قبل كده بالظبط. هو مش حلم ولا ذكرى، بس بتحس ان اللحظة دي اتكررت بالحرف. العلماء بيقولوا ان السبب هو خلل لحظي في نقل المعلومة بين الفصين في دماغك. يعني المعلومة بتدخل من حتة تروح تسلم نفسها للذاكرة قبل ما تتخزن كمعلومة جديدة، فبتبان انها قديمة. يعني انت مش بتتنبأ، انت بس دماغك خبطت في بعضها. بس هل ده يفسر كل الحالات، ولا في حالات ديجافو فيها تفاصيل دقيقة حصلت بعد كده؟ هنا بنرجع للحدس. تفتكر ايه اسرع منك، الرصاصة، الفهد، الانترنت، ولا رد فعل والدتك لما تبدي رأيك في أكلها؟ كل ده بطيء، أبطأ بكتير من عقلك اللاواعي. العقل البشري بيتعامل مع أكتر من 11 مليون معلومة في الثانية الواحدة، بس وعيك بياخد باله بس من 40 معلومة. يعني اللي بيديرك فعلا مش عقلك الواعي، ده عقلك اللاواعي. في سنة 1980 عالم اسمه بنجامين ليبت عمل تجربة غريبة جدا. جرب يقيس الفرق بين اللحظة اللي بتقرر فيها تحرك صباعك واللحظة اللي عقلك بياخد فيها القرار قبل ما تحس. النتيجة كانت مرعبة. المخ بياخد القرار قبل وعيك ب3 من 10
ثانية. يعني اللاوعي بيقولك حرك وانت بعدها بتفكر انا قررت احرك. فهل قررت فعلا ولا انت مجرد متفرج فاكر نفسه السواق وانت مالكش علاقة اصلا بالسواقة؟ هل المستقبل بيحصل جواك قبل ما تحس بيه اصلا؟ وهنا ندخل على فكرة التنبؤ الداخلي. علم النفس بيقول ان عقلك اللاواعي بيجمع معلومات مش بتاخد بالك منها، زي تعبير وش، صوت مش طبيعي، ريحة غريبة، ترتيب في الحركة. بيبدأ يرسم سيناريوهات للحظة اللي جاية. ففجأة بتلاقي نفسك قلت انا حاسس ان في حاجة غلط، او انا مش مرتاح للشخص ده، وغالبا بتطلع صح. ولكن انت هنا ما تنبأتش، انت دماغك كانت شغالة وانت سايبها على الله. يقال ان في ست امريكية كانت ماشية في الشارع وفجأة قلبها اتقبض، مفيش سبب واضح، فرجعت على طول ومفيش نص ساعة وحدث اطلاق نار في نفس الشارع. لما اتسألت عرفت منين، قالت كنت ماشية تمام بس حسيت ان في صوت خطوة غريبة ورايا، مش ماشية مع الريتم. العقل اللاواعي لاحظ ولكن العقل الواعي ما استوعبش. المستقبل احيانا مش بيجي من بره ولكن بيبدأ من جواك. وعيك بيحاول يوصله بس دايما متأخر نص ثانية. دلوقتي بقى في تنبؤات علمية حقيقية بتحصل بس مش عن طريق الأحلام، ولكن الخوارزميات والذكاء الاصطناعي بقت بتتوقع انت هتشتري ايه وهتخرج امتى وهتعيا بايه. موقع نتفليكس مثلا بيتنبأ انت هتحب انهي مسلسل، جوجل مابس بيتنبأ بالزحمة قبل ما بتوصل لها، شركة كامبريدج اناليتيكا استخدمت بيانات الفيسبوك علشان تتنبأ بالتصويت في الانتخابات الأمريكية. بس كل ده مبني على داتا، يعني توقعات رياضية مش حدس داخلي. في بقى نوع من الناس عنده حاجة اسمها intuition، الحدس. بتحس انك عارف ان في حاجة غلط من غير ما تعرف ايه هي بالظبط. في ناس بتقوم من النوم قلبها مقبوض وتكتشف بعدها ان في حاجة حصلت لحد قريب منهم، او فجأة بتسيب مكان قبل ما تحصل خناقة او حادثة. العلم هنا بيقول ان الحدس هو نتيجة لملاحظة دقيقة ولا واعية لتفاصيل بتعدي على غيرك. يعني هو مش سحر بس دماغك عنده رادار قد يكون مش عند كل الناس. وهنا نوصل للجزء المهم، كيف تتنبأ؟ بعيدا عن السحرة والمشعوذين، انت فاكر ان الناس اللي بتتنبأ دول بيشربوا قهوة سادة في الجبل وبيلبسوا جلاليب بيضة وبيقولوا شعرت بالهالة؟ لا يا معلم، الموضوع أبسط من كده بكتير. في طرق علمية فعلا ممكن تطور بيها قدرتك على التنبؤ باللي جاي، مش بمعنى انك تبقى ولي، ولكن بمعنى انك تبقى فاهم السياق، قاري للواقع، بتشم المستقبل زي لما تشم ريحة نار قبل ما الحريقة تبدأ. في عدة طرق للموضوع ده زي مثلا قراءة الأنماط. لو اتعودت تبص للحياة كأنك بتحل شفرة هتبدأ تلاحظ التكرار. يعني مثلا لو عندك واحد صاحبك بيبطل يرد على الرسائل وبعدها ب3 أيام بيكون عامل مصيبة، أهو ده باترن. أو لما بتلاحظ إن مبيعاتك بتنزل كل ما الجو يبقى حر، ده برضو باترن. كل ما تشوف أنماط صغيرة وتدونها وتربط بينها بتبدأ تتوقع، مش بالحظ ولكن بالملاحظة. الطريقة التانية هي التفكير الاحتمالي، ده اللي بيستخدمه علماء الإحصاء واللي بيشتغلوا في وول ستريت والمقامرين الأذكياء. مش بيفكروا في ايه اللي هيحصل ولكن بيفكروا في ايه اكتر حاجة ممكن تحصل وهتحصل بنسبة كام، ولو حصلت ايه السيناريو اللي بعدها. يعني بيفكروا زي الجي بي اس، مش من خلال طريق واحد ولكن عن طريق الاحتمالات. وده بيخليهم مستعدين لأي نتيجة، مش متفاجئين ولا واقعين في الأرض. الطريقة الثالثة وهي الملاحظة الحادة. في إشارات صغيرة جدا بتحصل قبل الأحداث الكبيرة، نبرة صوت بتتغير، حركة عين، تردد قبل الإجابة، أو حتى شكل الكلام على واتساب. يعني لو بدأت تلاحظ التفاصيل الصغيرة دي هتكون دايما شايف قبل الناس، ولكن مش لأنك بتتنبأ لكن لأنك بتلاحظ اللي غيرك مش شايفه. الطريقة الرابعة وهي التدوين والمراجعة. امسك ورقة واكتب فيها تنبؤاتك العشوائية. حاسس ان فلان هيتصل، حاسس ان المشروع ده هيتأجل، حاسس اني هقابل حد ما شفتوش من زمان،
وبعد اسبوع ارجع للورقة دي، راجع اللي انت كتبته، هتتفاجئ قد ايه بعض الحاجات كانت مظبوطة وقد ايه كنت بتتوهم في حاجات تانية. وده بيخليك تفرق بين الحدس الحقيقي والهواجس. التنبؤ مش كرامة، التنبؤ عادة. اللي بيشوف اللي جاي هو اللي مركز في اللي حاصل. استنى بقى قبل ما نقفل الموضوع ونقوم نكمل يومنا، نسأل السؤال اللي كله بيزوغ منه. هو احنا بنتكلم عن المستقبل كأنه ايه؟ كأنه مكان او شارع او فيلم لسه هيتعرض؟ طب هو اصلا في مستقبل؟ الفلاسفة يا صديقي بيقولوا انت بتخدع نفسك. اللي حصل خلاص، اللي جاي لسه ما جاش، واللي بين الاتنين لحظة بتعدي وانت بتتكلم او وانت بتتنفس او انت بتفكر. انت عمرك ما عشت في المستقبل ولا هتعرف تعيش فيه، انت دايما عايش في الآن. بس الإنسان كائن غريب، مش بيعرف يقعد في اللحظة دي، لازم دايما يا إما يندم على اللي فات أو يخاف من اللي جاي. الفيلسوف هايدجر كان بيقول إن الإنسان هو الكائن الوحيد اللي الزمن بيسكن فيه، مش العكس. يعني مش إحنا اللي بنعدي الأيام، الأيام هي اللي بتعدي من جوانا. فلما تقول أنا عايز أتنبأ بالمستقبل، فكر شوية، هو أنت بتدور على المستقبل ولا بتدور على الإحساس إنك مسيطر، إنك ماسك الخيوط، إنك عارف، إنك جاهز؟ بس الحقيقة مفيش حد جاهز ومفيش حد عارف، والمفاجآت مش استثناء في الحياة، ده هي الحياة نفسها. كل اللي بنسميه تنبؤ هو محاولة من عقلنا المسكين انه يطبطب على روحه ويقول له ما تخافش انا شايف اللي جاي. بس للأسف انت مش شايف ولا لازم تشوف، كفاية انك واعي وانت هنا. كلنا بنتمنى نعرف اللي جاي، مش علشان الفضول ولكن علشان الخوف من المجهول، الخوف من الألم، من الفقد، من المفاجآت اللي ملهاش خطة طوارئ. بس الحقيقة انت مش محتاج تتنبأ بالمستقبل، انت محتاج تلاحظ الحاضر كويس. كل حاجة بتحصل ليها علامة قبل ما تيجي، بس احنا للأسف بنطنش. المستقبل مش بعيد، المستقبل هو دلوقتي بس لسه ما شفناهوش. فلو عجبتك الحلقة تنبأ انها تعجب غيرك وابعتها له قبل ما يشوفها في الديجافو. سلام.